قال القنصل السوري بالامارات اعلن انشقاقه. من شوي مر معي فيديو لزياد زهر الدين اللي كان بيشغل منصب القنصل العام بدولة الامارات العربية المتحدة ايام نظام الاسد البائد، عم يعلن فيه انشقاقه وعزى اسباب الانشقاق للاحداث المؤسفة اللي صارت بالسويدة. ما بعرف كيف بدي اخبركم انه هذا اللي عم يعلن انشقاقه معفي من مهامه من اكثر من شهر. ادارة القنصليات بوزارة الخارجية السورية حكت او طلعت بيان قبل شوي عم تحكي فيه بانه زياد زهر الدين تم اعفائه من مهامه بموجب القرار رقم 209 بتاريخ 20/9/2025، يعني من شهر تقريبا، وتمت مطالبته بالعوده للاداره المركزيه بدمشق وفقا للبروتوكولات القنصليه. اليوم بقى طلع بعد شهر من المحاولات انه بركي بيرجعوني وبركي ما بعرف ايش، طلع ليعلن انشقاقه، وعم عم يحاول يظهر بمظهر البطل انه بسبب الاحداث المؤسفه بالسويدة. سعادة القنصل، انت حافظ الموضوع حفظ مرك فهمان وفهم. الانشقاق بيكون للاشخاص اللي لسهم على راس عملهم، الاشخاص اللي تم اعفائهم من مهامهم بيحاولوا يلاقوا طريقه خروجك مشرفه لهم على اساس وبيعلنوا فيها انشقاق او ما بعرف ايش. بعدين في نقطه مهمه كثير، انا بعرف الانترنت بدوله الامارات كثير سريع، يعني هو من اسرع الانترنت على مستوى العالم. هلا حتى وصلتك انه صارت في احداث مؤسفه بالسويدة؟ ليش ما حكيت من شهور وطلعت بهذا الموقف البطولي من شهور؟ ولا هلا حتى خلص وقت فقدت الامل من كل شيء قلت خلص مالنا غير الهجري، مالنا غير. على فكره الهجري والله ما عم توفق، كل مره بيعمل حركه اغبى من الثاني. بس بدي اعرف مين المستشار اللي عم يخبره شيء جبل باشان وشيء انه والله في إلنا واحد هون كان قنصل بالامارات، ليش ما بنعمل هيك بلبله وبنعمل انه عم ينشق ما عم توفق خيو، ما عم توفق. المستشار اللي عنده عم يوقعه بكل جوره اكبر من الثاني والله.